ولا مودست ولا مودست، انت مش مهاجم. يلا انا مش ناسيلك يا مودست التصريح اللي انت عملته قبل ما تيجي النادي الاهلي. انا مش ناسيلك التصريح ده يا ابني. انت يا ابني هتفوق امتى يا ابني يا جماعه؟ يعني مين اللي فاكر تصريح مودست قبل ما يجي الاهلي؟ قال لك انا ما عنديش مانع العب في مستوى اقل من المستوى اللي انا كنت جاي فيه. مستوى يا ابني؟ مستوى اقل ايه يا ابني؟ مستوى اقل ده انا مش شايف منك حاجه. دي انت مش قادر تجري تروح تحتفل مع اللعيبه يا جدع. هتفوق امتى؟ ولكن يا برنس اللي ضايقني قوي واللي قاهرني تصريح كولر. قال لك احنا مش محتاجين مهاجم، ولو احتاجنا مهاجم هنجيب مهاجم في الشتاء عشان موديست هيرجع. يا عم كولر ده احنا لو كنا بنصبر على واحد ماشي على قشر بيض كان زمانه وصل. ماشي يا برنس، اركن الحوار ده على جنب. كناديسو يا كندوسي، يلا كندوسي انا من البدايه عارفك انك جامد. انت كده الله اكبر عليه، الله اكبر عقبال ما يجي لنا بقى. ولا كندوسي انت عندنا ما جبتش ولا جول. الواد راح هناك الله اكبر انفجر اهداف وبقى مجنة اهداف. سجل هدف النهارده عالمي يا جدع. تخيل عزيزي المشاهد اللي احنا مشينا الكندوسي عشان نجيب موديست. شفت القهرة اللي انا فيها؟ شفت وجع القلب اللي انا فيه؟ شفت وجع العين لما بقعد اتفرج على الماتش واشوف موديست وهو بيجري، واشوف النهارده الكندوسي بيسجل اهداف ويسجل 5 اهداف مع سيراميكا في الدوري لغايه دلوقتي. انت متخيل القهرة اللي الاهلي فيها ولا جمهور الاهلي اللي فيها؟ ماشي. قفشه يا فنان يا قفشه النهارده يا برنس متخصص ان هو يتألق واهداف في شهر 11، ومتخصص قضيه في شهر 11. ده قفشه قفشه النهارده يعني سجل هدف. يعني شفت نقطه البيلين من بعدها كده بدماغه ولا اجدعها مهاجم. يعني موديست ما بيعرفش يعملها. موديست يعني قرب يخلي اللي عندنا لغايه دلوقتي مش عارف هنجهزه لمين. ده هنجهزه لمين؟ يعني انجازه لعيد ميلاده ولا انا مش فاهم. قفشه النهارده ينقذ الموقف ونكسب سيراميكا. ولكن انا عندي حاجه كده عاوز اسال فيها. هو في ايه في الاهلي؟ يعني انا مش فاهم. في حاجه غلط في الاهلي انا مش فاهمها. ويا ريت حد يوضح لنا ايه القصه اللي في النادي الاهلي في حاجه غلط. يعني احنا كسبنا سيراميكا بالعافيه ونكسب مش عارف ايه بالعافيه. الدنيا ماشيه، تبديلات متاخره الموسم ده. في حاجه غلط. نخسر بطولتين ورا بعض، الدنيا ماشيه معانا ملخبطه. تحس ان الدنيا جايه علينا. يعني نشغل اغنيه يا دنيا جيت علينا بس ان نكسب. يعني اهم حاجه بص، سمات الفرق الكبيره انك لما تكون وحش تكسب، مش لما تكون وحش تخسر. لا، انك لما تكون وحش تكسب يا باشا وتستمر ودوس واحنا معاك. فالاهلي النهارده الحمد لله 4 مباريات في الدوري لغايه دلوقتي كده، والحمد لله ال4 مكسب. الحمد لله، ربنا يدومها علينا نعمه. ويا رب بقى نشوف بقى ايه بقيه اللعيبه اللي ترجع. النهارده كريم فؤاد الله اكبر عليه، ولا كريم الدبيس الله اكبر عليه، والله اكرم توفيق اقول ايه ولا ايه. بس موديست لغايه دلوقتي يعني يغير شويه من اللعيبه اللي حواليه اللي احسن منه. فيا ريت يا موديست تفوق. انت متخيل عزيزي المشاهد اللي احنا لغايه دلوقتي في الدوري المصري ناقص لنا 3 مباريات لغايه ما يرجع لنا كهربا. تخيل ان رجعنا لنفس الدوامه تاني، ان كهربا هو مهاجم الفريق ولسه لغايه دلوقتي بنعاني ان احنا ما عندناش مهاجم ومش عارف اجي لنا المهاجم امتى يا ابني. فيا ريت نداء لكابتن الخطيب لو موديست فضل مستمر لغايه شهر يناير نقول له مع السلامه يا ابني، مش ناقص وجع دماغ وضغط وسكر، ونجيب مهاجم. ده ان شاء الله نجيب مابولولو لو برجل واحده احسن من موديست. ماشي. فيا ريت مبروك لكل اخواتي الاهلاويه على المكسب النهارده. سلام.